في فقرتنا المتجددة لك وعليك، وضيفنا لهذه الفقرة الأستاذ عبد الله الطياش. أهلا وسهلا بك. سهلا يا مرحبا حسين. الصديق والأستاذ القدير عبد الله الطياش. ندخل سؤال، من هو عبد الله الطياش، أو كيف يريد عبد الله أن يراه الناس؟ جميل، والله سؤال لطيف كلطافتك يعني بالتعبير الجميل وحسن ظنك. والله شوف، هو سؤال يحتاج تأمل كبير. أحيانا الإنسان يعتقد أنه هو ماشي في المسار الصحيح، لكن يمر بعقبات يكتشف أنه هو في المسار الخطأ، لعل البوصلة ما ضبطها مضبوط على الوجهة اللي هو المطلوبة. فلذلك أحيانا الإنسان يعيش تجارب مختلفة، يبدأ يقرر ويبدأ يغير الوجهة تماما. قد أكون أنا وكثير من الناس من اللي يرى أنه هو مثلا ماشي بالطريق الصحيح 100%، ويكابر في بعض المواقف وبعض الأشياء لأجل أنه يصل إلى غايته، بينما هو الصحيح لا، أنه يجب أنه تغير إحداثياتك بين فترة وفترة، لأن الطرق تتغير. طريق اليوم ليس بالشرط أنه يكون طريق الغد، ممكن يكون في طريق مختصر وممكن يكون في طريق متعرج. فلذلك دائما الإنسان يعني يحرص على أنه يتجدد ليعرف أنه هو في المسار الصحيح. وأنا أبشرك أني إن شاء الله بإذن الله طالما أنا موجود جنبك في هالفترة فإني في المكان الصحيح. الله يرفع قدرك إن شاء الله. عرف عبد الله الطياش في مسيرته في التطوع، هذه أحد المعارف أو أحد ما شاء الله مواهب كثيرة. كريسي يا أخي خليك تقول كلام يعني غريب. في البداية كذا بشكل مبسط جدا، وش هو التطوع لعبد الله؟ إيه لعبد الله هو التطوع هي يعني شمة الهواء، هذه هي النسمة. يعني أنا أقول لها، يعني أقولها من غير مجاملة أو من غير تزلف أو من أجل الشاشة، بالعكس. يعني بالنسبة لي التطوع هو جزء النصف الثاني من حياتي، فلذلك دائما تجدني في هذا الميدان. ليش؟ لأنه يعني بدأت وما زلت أستشعر بركة الله علي في وقتي، في مالي، في حياتي، في العائلة، الوالدين. بس ممكن سؤال عبد الله يقول يا أخي ما في فلوس، وين المتعة فيه؟ أو هذه أنا أقول لك يعني أحد الأشياء اللي عرف عنها عبد الله اللي هو مجال عمل تطوعي، لكن الرزق مكتوب في أمور كثيرة. يعني لا أقصد وين اللذة في التطوع؟ ما فيها. هو لعبد الله لذة خدمة الآخرين والوقوف على شؤونهم للأمانة. يعني يمكن اليوم أنا يعني للأمانة ما كنت راح أجي اليوم الحلقة، لكن لأجلك وأجل الجمهور الكريم ولا للأمانة يعني عندنا اليوم 3 فعاليات تطوعية أجد سعادتي ولذتي في هالأماكن هذه. لكن الرزق هو مكتوب في أمور كثيرة. يعني أنا عندي عمل خاص وعدد من المشاريع أقف عليها، وإن شاء الله قريبا راح نعلن عن منتج قريب يخدم إن شاء الله المجتمع، وأيضا تجاري أيضا. طيب الآن عبد الله، أنت شغال ولا زلت في يعني تعمل في جمعية كفيف. نعم. حدثنا عن جمعية كفيف وعملك فيها. والله أنا أحدثك على الأبطال اللي في جمعية كفيف، ولا أتحدث عن جمعية كفيف لأنها لا تحتاج إلى أن أحد يعني يعبر عنها. ويزيدنا شرف استضافة الحلقة الماضية أبو زياد. أنا أحكيك عن المكفوفين. المكفوفين هم يعني للأمانة ليسوا محتاجين إلى التمجيد أو أنك تضعهم كعنوان رئيسي في جريدة معينة أو صورة في مجلة تايمز أو شيء من القبيل. هو يعني حينما تتأمل فيه تجد نعمة الله عليك للأمانة الله. في عدة أمور، منها هو يعني نعمة الحركة. يعني قابلت عدد كبير مكفوفين اللي من الولادة، وهذول هم يعني عدد كبير من اللي قابلتهم تعدوا مرحلة من التحدي. المكفوف من الولادة قد ما يدرك الألوان، ما يدرك الأشكال. أذكر أنا كنت مسافر مع أحد المكفوفين وأسولف أنا وياه إلى آخره، وكنا نضحك أنه في صالة تزلج وطاحوا مجموعة وإلى آخره. يقول عبد الله إيش صالة التزلج هذه؟ إيش فكرتها؟ فشوف، وهي يعني يعتبر شيء بسيط، فما بالك بالأشياء الكبرى المختلفة. أيضا اشتغلت فترة من الزمن في جمعية أواصر، إذا لم تخني ذاكرة، حق المبتعثين. أو هو طبعا هو يعني أنا للأمانة يمكن هذه أول مرة أنا أفصح عنها، لكني تطوعت ولله الحمد في 22 جمعية بمختلف التوجهات ومختلف المواضيع، وكان جزء منها أواصر بفترة زمنية بسيطة. دخولك في هذا الميدان تعرف فعلا التحديات اللي يمر عليها البلد، تقابل نفسيات وأنماط شخصيات مختلفة. قد
أشياء أنا أقراها في كتاب لأعظم كاتب في العالم، لكني ما أعيشها بكل تفاصيلها بقدر ما أنه أنا أعيش أنماط الشخصيات من نزولي للميدان. ومركز الملك سلمان مركز الملك سلمان للشباب، وهو من المراكز اللي فعلا غيرت حياتي، على رأسهم معالي الأستاذ بدر العساكر والأستاذ هاني المقبل. عشنا تجارب مختلفة، سافرنا، قابلنا شخصيات يعني مختلفة، عشنا برامج تحفيزية جميلة. ايش يقدم معلش المركز؟ المركز طبعا هو وضع في عين الاعتبار هم شباب وشابات الوطن فقط. وكان طبعا يقود ذيك الفترة الملك سلمان الله يحفظه لما كان أمير لمنطقة الرياض ولي العهد في ذيك الفترة. وبعد ذلك تسلم القيادة سمو الأمير محمد بن سلمان. يقدمون عدد من المبادرات، مبادرة اسمها إتجار لتأهيل الشباب للعمل الحر والعمل الخاص، مقابل عدد من الناس عندهم مشاريع مميزة جدا ناشئة. أيضا في مبادرة للناجحين وقصص الناجحين، مبادرة ملتقى العمل التطوعي، أيضا مبادرة تأليف للشباب، تخطيط، أيضا تأليف الشباب. هو من الأشياء جدا مميزة. الكتب طبعا أنت ما عليك إلا تسلم المادة، هم يستلمونها وقت ما يعلنون عن تاريخ انطلاقها، يتأكدون من تصحيحها لغويا، تصميمها، أخذ التصاريح المعنية، وأيضا تسويقها لدور النشر. ممتاز. الآن كيف الواحد ممكن يوازن ما بين عمله الوظيفي وما بين التطوع؟ يا سلام، سؤال جميل. أي يعني جميل يا حاتم. الإنسان متى يبدأ يفعل طاقته القصوى؟ إذا كان تخصص الجامعي هو نفس عمله، هو نفس اطلاعه في المعارف المختلفة، أنا أقول هذا الإنسان أنت فعلا جالس الآن تطبق التوازن بجماله وحرفته. أما أنه جانب يطغى على جانب، هنا أنت عندك يعني كيف مشكلة. في طبعا مصفوفة اسمها مصفوفة إدارة المهام، هذه خلها دائما في بالك. في عندك شيء مهم، في شيء عندك عاجل، في شيء غير عاجل، في شيء أيضا يعتبر عاجل. يعني مثلا خلني أعطيك مواقف نمر في حياتنا اليومية. إرسال إيميل لازم أني أرسله اليوم، دخل صلاة العصر الآن، مطلوب اجتماع الساعة 6. الآن وين المهم؟ الصلاة مهمة، الإيميل أيضا مهم، الاجتماع أيضا مهم، لكن إيش الفرق؟ الفرق أنه الصلاة مهم وعاجل عشان ما يطلع وقتها، لأنه الاجتماع حطول. هذا الآن حددت التوازن. الآن إرسال الإيميل أنا مرتبط بتوقيت، لازم أرسله قبل قاعة الاجتماع لو ما عندي نت مثلا أو ما عندي كمبيوتر، فلذلك هو مهم غير عاجل. إذا صليت إذن هو مهم عاجل. خلص اللي بعده الاجتماع كان غير مهم غير عاجل، لأنه لازم أرسل إيميل صار مهم وعاجل. فلما يكون هذا الشيء المصفوفة دائما موجودة في بالنا، صدقني راح تعيش حياة جدا سعيدة وفيها توازن عالي. ممتاز جدا. طيب الآن هل الحياة ما تمشي إلا بتخطيط؟ يعني تخطيط يومي ودقيق مثلا. أنا بعد العصر بروح المكان الفلاني، ما أقدر أنا أستذكرها في بالي ولا لازم أسجلها في ورقة؟ والله أنا أقول لك يعني بصريح العبارة، الآن عادة نجامل ونقول كلام مصفف مرتب. جزء من حياتك يجب أن يكون مخطط، ولكن الجزء الآخر أن يكون فوضى خلاق. هذا فعلا إذا بغيت تمشي حياتك صح. لأنه يعني حتى في كلمة دائما دارجة عند بعض الناس اللي يدقون بالكلام إذا جيت أنت متأخر، حفاظا على قيم العربية، أنا تأخرت ربع ساعة، يعني معروف نحب نتأخر. في سلوكيات يجب أن تتغير، لكن ما راح تتغير في يوم وليلة. محتاجين أجيال وأجيال حتى يرسخ فيهم مفهوم التخطيط، مفهوم يعني حتى مركز مكسب أيضا مسك عملوا على ملتقيات عدة في التخطيط، لكن أنا أعتقد النتاج ما راح يكون بالفترة الحالية. محتاج شوية وقت عشان فعلا نكون أمة نخطط. الآن إيش سبب ارتقاء الأمم؟ يعني المشاريع الجبارة هذه ما جاءت إلا بناء على تخطيط إيش حنكون في المستقبل. طيب الآن الشهادة وما بين الخبرات وما بين الدورات والتطوع، كيف الواحد يدعم السيرة الذاتية الخاصة؟ جميل. هي معادلة ذكية اللي أنت ذكرتها بكافة تفاصيلها. إذا موجودة في سيرتك الذاتية أنا أقول لك انطلق وابحث عن وظيفتك، والناس على قولتهم يخطبون ودك أصلا. للأسف كثير من الناس يعتقد أنه إذا جاب معدل عالي 4 مدري كم، أو يجيب في الثانوية معدل جدا جدا عالي، أنا أقول لك بالطريقة هذه أنت يعني إنسان تحفظ جالس تطبق في الاختبار بس. لكن لما تكون سيرتك الذاتية ممزوجة بعمل ميداني، ممزوجة أيضا بساعات عمل تطوعي، أنت إذن راح تخدمني.
لانه انت نزلت الميدان، قابلت ناس، تحب تطور نفسك، تبغى تعرف التحديات اللي يمر فيها بلدك وايضا مجتمعك، فلذلك انت خيار جدا رائع، وانا افضلك على اللي ماخذ معدل جدا عالي. طيب الآن في أرض الواقع فيه مؤسسات رسمية تنظم العمل التطوعي ولا يعني كلها غير رسمية؟ يعني أنا كيف أعرف أنا كشخص باحث للتطوع أني أروح إلى مؤسسة رسمية تابعة عشان تبعاتها؟ جميل. العمل التطوعي عندنا ظاهرة انتشرت بانتشار يعني فظيع، وهي ظاهرة جدا طيبة وجدا إيجابية تدل على ارتقاء الشباب واهتماماتهم انصبت في شيء فعلا يخدم البلد. اليوم كنا حتى قبل تقريبا ما أجي من البلد بسبب تأخيري حضرنا ملتقى العمل التطوعي، ملتقى فطر العمل التطوعي، كان تحت رعاية سمو ولي العهد محمد بن نايف، حضره وزير التعليم أيضا وكيل وزارة الداخلية. لما تشوف الشباب هناك وتقريبا أكثر من 40 جهة مشاركة وعنده حس جدا يعني عالي ويحمسك وتسمع له بإصغاء، لأنه يتكلم من يعني شيء فعلا هو حسه واستشعره من خلال العمل التطوعي. من خلال التجارب اللي عشناها في السنوات السابقة تأسست لدينا عدد من الجمعيات الخيرية أي مهتمة فقط في العمل التطوعي، أيضا جمعيات أخرى تعتبر من القطاع الثالث رسمية فتحت قسم وحدة عمل تطوعي، كما مثلا في كفيف قسم المبادرة التنموية والعمل التطوعي. فهذه ظاهرة جدا جميلة تحث الشباب على العمل التطوعي. حتى أذكر مرة يعني قبل تقريبا فترة طويلة في 2010 قدمت بحث لمدير الجامعة، قلت طيب الآن يا مدير الجامعة طلاب مكروفين ويقدمون يعني شيء جدا جبار وجالسين يتعلمون علوم مختلفة، وش رايك باختصار لو مثلا نزود هذا بعمل يخدم البلد ويغير جو الطالب؟ الآن أبشرك أن هذا العمل الآن صار له تقريبا 6 أو 7 سنوات. ما شاء الله. الطلاب شارفوا على الانتهاء على 1,000,000 ساعة تطوعية، وأنا أعي هذا الرقم ما شاء من الله. خلال هذا البحث اللي قدم. طيب الآن في نهاية اللقاء كلمة توجهها للشباب والشابات اللي يبغون يتطوعون، وش تنصحهم فيه؟ طيب أنا ما أبغى أحصرها فقط في التطوع، أنا أبغى اللي يعيش حياة جدا سعيدة، أنت قادر أنه فعلا تعيشها حياة سعيدة مثل ما تبغى ومثل ما تخطط ومثل ما تتمنى. المسألة جدا بسيطة، فقط ضع أمام ناظرك أنت إيش تبغى تكون في المستقبل، إيش الاهتمامات اللي عندك، وصدقني أنت راح تنطلق سواء في العمل التطوعي أو في حياتك العامة.